عشان كنت عايز اخد شهاده الزماله البريطانيه، وفي بيرفكت بريسز اكاديمي الطلاب فيها بينجحوا بسهوله، فانا قلت ليه اروح واجرب مكان مش مضمون. عشان ده أحسن استثمار لزمني ومجهودي. 3 سنين دراسية نظرية وعملية حتخليني في حتة تانية بعد ما أنجح في امتحان الزمالة البريطانية. لأنهم يهتموا هلبة بالطلاب مش بالماديات. كل مجموعة فيها 10 طلاب، هيك يقدروا يركزوا مع كل واحد بروحه ويعطوه التفاصيل اللي تقدر تنجحك في الامتحان الام اورث. وكمان بيوفروا لنا احدث المعدات اللي ممكن نحتاجها في اي عياده اسنان، وكل واحد ليه اليونت بتاعته اللي بنقدر نشتغل براحتنا من غير اي انتظار. اللي بنتعلمه بيضل موجود على الويب سايت تبعهم وبيعطونا عليه اكسس مدى الحياه، فالمعلومات رح تضل موجوده عليه وبقدر راجعها باي وقت انا بدي اياه وبدون اي قيود. الأكاديمية عندها 7 فروع في مصر، 5 منهم في القاهرة، وقريبة من أي زول. اللي بيدرسوا لنا اساتذه على اعلى مستوى، مش هلاقي كلامنا في حته ثانيه. لا وفي فرع كمان بتونس، كيف تقدروا تنسوا تونس يا جماعه؟ شوية جد يا جماعة، احنا في أكاديمية بيرفكت بريسز يعلموا فينا كل أنواع العمليات التقويم مهما كانت صعوبتها. كل ده حيخليني أقدر أنافس في السوق العالمية بقوة. والشهاده كمان رح تخليني اعمل تريتمنت بلان رهيب بالنسبه للمرضى تبعي، وهذا الشيء رح يعلي كواليتي العلاج بشكل عام. ولأن التدريب العملي هو الأهم، الأكاديمية بتقدم ده لكل طالب بشكل احترافي. نسبة نجاح في امتحانات الزمالة 100%، وهذا يكفيني. مش عارف كده يا جماعه، السكرين ده عندكم كويس ولا فيها مشكله؟ كده تمام كده يا دكتور محمد، ربنا يجزاك كل خير يا رب. واياك يا حبيبي، واياك يا دكتور علاء. اولا يعني انا عايز اشكر الدكاتره ان هم سبب ان هم جمعوني معاك يا دكتور علاء. دكتور علاء اخويا وحبيبي ودفعتي، ومن الناس ليها افضال عليا يعني، بس احنا يمكن ما تقابلناش بقالنا فتره. وعايز اشكر الدكتور علاء ان هو جمعني بالدكاتره، لانه السؤال ده من اكتر الاسئله اللي بتتسال لي كتير جدا جدا، تقريبا كل اسبوع في واحد او اتنين بيبعتوا لي: يا دكتور محمد، انا خلصت امتياز، او انا بقى لي 5 سنين متخرج، او انا بقى لي قد كذا وعايز ادخل في طريق جراحه الوجه والفكين ومش عارف ادخل فيه ازاي. فالحقيقه يعني الحمد لله رب العالمين، أنا بقى لي مده في الطريق، واعتقد ان انا اقدر افيدكم فيه. و يعني اعرفكم بنفسي الاول عشان يعني تبقى الصوره واضحه. بداية أنا استشاري جراحة وجه وفكين، حاصل على البورد العربي في جراحة فم والوجه والفكين، وحاصل على الزمالة البريطانية MOMS Membership of Oral and Maxillofacial Surgery. وبعدين حاصل بعدها على الزمالة المصرية، وأخيرا لسه حاصل على تريننج اوف ترينرز من هارفارد، ومدرب زمالة مصرية معتمد. ف يعني دي التايتلز اللي عندي، وعشان كده بقول يمكن يكون عندي خبرة شوية أقدر أفيدكم في الموضوع يعني. مش عارف هل كده الصوت واضح بالنسبه لكم يا دكاتره ولا في مشكله؟ الصوت والصورة وكله ما شاء الله واضح، ربنا يجزاك كل خير يا دكتور محمد وينفع بيك يا رب. الله يكرمك يا دكتور علي. دايما مشكله الماكسيلوفيشل بالذات انه ان احنا لما بنيجي نتكلم عنه لازم نفرق بين حاجتين احنا بنعاني منهم هنا في مصر، وهي مساله: هو انا رايح اتعلم ايه؟ ليه؟ لان في ناس كتير جدا من الناس مثلا كانت بتيجي تتدرب معايا في العياده، يقول لي انا عايز ادخل في طريق ماكسيلوفيشل. ده منهم حد قريب اعرفه شخصيا كان عندي في العياده يعني، وبعدين لما ربنا يسر له الحال وقبل وقلت له يروح فين ويعمل ايه، جالي بيعيط. بيعيط ليه؟ اتفاجئ ان هو بيشيل آه، 10 12 نبطشيه في الشهر، بيبات في المستشفى، بيتعامل مع حالات اورام، بيتعامل مع حالات يقولوا دي حاله هوبلس وخلاص وهتموت. وده مش اللي احنا كنا قاعدين فيه في الكليه بقالنا 5 سنين بنتعامل مع اوت بيشنت كلينيك. فانا عايزك تفرق بين حاجتين: ان انا اكون مجرد اورال سيرجن بشتغل حاجات كويسه، مش حاجات وحشه طبعا، هي سيرجري في الاول وفي الاخر، وبين ان انا اكون اورال اند فيشل سيرجري بتكلم في حاجات كلها جنرال انستيزيا، بتكلم في حاجات كلها كومبليكيتد شويه، في ليفل تاني خالص. الليفل التاني ده مش معناه هو احسن او اوحش، بس لازم تبقى عارف طبيعه الفرق بين الاقتصار على الاورال سيرجري او انك تتوسع شويه وتبقى اورال اند فيشل سيرجري. بقول لحضرتك ده مش احسن ولا اوحش، لان في ناس اسمهم فيشل سيرجن بيشتغلها وحش، يعني ما يعرفش اورال سيرجري قوي، في حين ان في حد بيبقى اورال سيرجن بس وتلاقيه بيشتغل اورال سيرجري كويس جدا عن بتاع الاورال ماكسيلوفيشال سيرجري. فلازم تخلي بالك بين الفروقات دي. ايه الفرق؟ الفرق انه الاورال سيرجري بس هو اوت بيشنت كلينيك تريننج. يعني محتاج ايه؟ محتاج ان حضرتك تكون قاعد في كليه
او قاعد في اي مكان بتتدرب فيه، تروح تشتغل من الساعه 8 لحد الساعه 2 وبعدين بتروح. مالكش علاقه بادميشن عيان، مالكش علاقه بانك تجهز عيان لعمليه تجهزه ازاي، مالكش علاقه بمتابعه الكومبليكيشنز بتاعت العمليه دي بعد العمليه. مش بايت نبطشيه في المستشفى وبتنزل تبص على العيان بتاعك كل ساعه او اتنين في مرور صباحي ومرور مسائي. مش بتشيل الهموم دي كلها. بتهتم بالماينور سيرجريز اكتر. ممكن تشتغل مانديبلر فراكشر او حاجه، لكن مش بتشتغل فوق الليفرت وان لاين. واللي انا بكلمك عليه ده ده النظام اللي ماشي في يو كي نفسها. ان انت اورال سيرجن، ترخيصك اورال سيرجن، فانت لما بتشتغل مش بتشتغل فوق الليفرت وان لاين. يعني ليفرت وان فراكشر انت مش من حق تشتغل. ممكن تشتغل سيمفيزيال فراكشر، باراسيمفيزيال فراكشر، اللي هو الحاجات اللي في المانديبل البسيطه. الماكسيلوفيشل لا، هوسبيتال بيزد. انت مطلوب منك برايمري سيرفي، مطلوب منك سكندري سيرفي، بتنزل الطوارئ، بتقابل الحاله في الطوارئ. بتشوف الراجل ده التنفس بتاعه عامل ايه، بتشوف الجلاسكو كوما سكيل بتاعه عامل ايه، هل الراجل ده في كوما مش في كوما، هل بتاع النيورو بص عليه ولا لا، هل انا من حقي ابص عليه دلوقتي واحرك رقبته، ولا البيشنت ده محتاج نيك كولر وما ينفعش حد يحركه دلوقتي. بتتعامل مع بقيه التخصصات التانيه. العظم بص عليه يا جماعه ولا لا، الراجل ده كان جاي من حاله تروما، بولي تروما، وبتاع الجراحه العامه ما بصش عليه لحد دلوقتي، ما اتعملوش فاست سونار على البطن عشان يعرف عنده انترنال بليدنج ولا لا. بتقعد بتتعامل مع هذا الشكل. الناس يعني معظم الناس اللي اعرفها في حياتي وانا واحد منهم، اللي هي راحت لطريق الماكسيلوفيشل، هي ناس كانت غالبا راسمه على حاجه آه، غير طب اسنان، زي مثلا طب بشري، وحابين ان هم لما يدخلوا في الطب البشري هيدخلوا في العمق شويه، تخصصات عميقه شويه، مهتمه قوي بال 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 بحياه الانسان، مش مهتمه بالاستيتكس او بتغيير حياه الانسان من مفهوم تاني، من مفهوم ابتسامته، من مفهوم نفسيته، من مفهوم ان هو يمشي يبقى عارف، يبقى عنده ثقه في النفس اكتر عشان شكله مش وحش او كذا. لا، دول ناس مهتمين اكتر بالموت، بالحياه والموت. هي دي الفكره. معظم الناس اللي انا شفتهم بيدخلوا المنزل فكره بالشكل ده. ولو انت مش بتفكر فيه بالشكل ده، فانصحك، دي نصيحتي انا الشخصيه، ما تفكرش فيه قوي. لانه مش التخصص اللي لازم يكون مجدي معاك قوي. يعني ممكن يكون حد دنتال بيدخل فلوس اكتر من حد بيشتغل ماكسيلوفيشل، ممكن يكون حد بيشتغل امبلانت بيدخل فلوس اكتر بكتير جدا جدا من تخصص ماكسيلوفيشل. عشان ما اطولش عليك، بس انا عايز ادي لك يعني انبهك، مش عايزين نذكر اسامي، لكن في دكاتره كتير جدا جدا في الماركت في مصر، ناس اساتذه ماكسيلوفيشل، ومفترض ان هم في يوم من الايام كانوا شطار في الماكسيلوفيشل، لكن هم مش بيشتغلوا ماكسيلوفيشل، هم بيشتغلوا امبلانت بس يعني مشهورين في الامبلانت بس. من الناس المشاهير في الموضوع ده مثلا استاذنا الدكتور عمرو اكرام، يعني ممكن يكون بيشتغل ماكسيلوفيشل بس هو مشهور في ايه، في الامبلانت. هو مهتم قوي بالامبلانت. وفي كذا حد، الدكتور صلاح عبد الفتاح وغيره، استاذ كان رئيس قسم جامعه عين شمس، ويعني حد من الناس المحترمين جدا. لكن هو الاهتمام الاول والاخير بالنسبه لبعض الناس بتاعت ماكسيلوفيشل هو بالامبلانس. ليه؟ انا مش عايز اشغل بالي بحياه عيان وموتها وادخل في كومبليكيشنز كتيره، والله اعلم عيان مات معايا ولا عاش. انا عايز اركز في الامبلانت اكتر. فيبدا يهتم، ممكن يكون مهتم بنفس الشهادات، بنفس الباسواي اللي هكلمك فيه، بس لما بيجي براكتس بياخد برانش او سب برانش ويبدا يتعامل معاه اكتر من بقيه البرانشات التانيه. اول طريق ليك في جراحه الوجه والفكين في مصر، لو انت حابب تتخصص في جراحه الوجه والفكين، هو طريق الماستر، او طريق الريسيرش، او الطريق الاكاديميك، طريق الجامعه. واحنا في مصر يعني زي ما قلت لك هو تخصص هوسبيتال بيز. طب انا لما اروح اخد التخصص ده عن طريق شهاده في كليه، الكليه فيها سكاشن وبنروح، ما فيهاش ادميشن عيان، ما فيهاش عيان هيتم تنويمه في مستشفى او هيتعمل له دخول في مستشفى. فبالتالي معظم الناس اللي بتتعلم في الماستر، يعني كل طريق من اللي انا هكلمك فيه ده فيه ميزه وعيب. الميزه في الماستر ان انت لما بتتعلم فيه مم، ممكن تكون بتخلص شهادتك بسرعه. في بعض الجامعات بيبقى فيها سيمسترز، ممكن 3 سنين 4 سنين، لو انت مشيت كويس وخلصت شهادتك كويس وربنا رزقك بمشرفين كويسين، فهتخلص شهادتك وتمشي. هترخص لك
هنا في مصر، احنا بنتكلم على مصر طبعا، وهتعدى بالكلام بتاعي بره مصر، لكن خلينا الاول نقول في مصر. في مصر حد معاه ماجستير جراحه وجه وفكين هو يقدر، لو هو شغال في وزاره الصحه، يلاقي الاخصائي. طبعا في النقابه بياخد اخصائي، بعد فتره بياخد استشاري ثالث، اعتقد بعد مرور يمكن 7 سنين او اكتر. كانت 11 سنه وبعدين قللوها شويه، حاجه زي كده. بتقدر ترخص بيها، بيبقى مسموح لك انك تفتح اوضه عمليات، مسموح لك انك تشوف بيشنس وهكذا. ففي ناس تيجي تشتكي تقول لي انا اخدت ماستر، بس كل اللي عملته في الماستر هو شويه امبلانت، او كل اللي عملته في الماستر هو شويه مانديبلر فراكشرز، ما اتعلمتش فيها حاجات اكتر من كده. انا والله كان نفسي اتعلم نيك دايسكشن، ونفسي اتعلم اونكولوجي تيومرز، ونفسي اتعلم اورثوجناسيك سيرجري. ممكن اشتغلنا حاله مثلا في الماستر اورثوجناسيك سيرجري، لكن ما اتعلمتش، مش حاسس ان انا اتعلمت زي زمايلي اللي راحوا مستشفيات. فالزميل اللي بالشكل ده بيفكر ان هو عايز ياخد سيرتيفيكيشن تديله ترخيص يعرف يشتغل بيه في مصر، لكن في نفس الوقت عايز يتعلم. فبيعمل ايه؟ بيعمل انتداب من شغله الحكومي لمكان فيه قسم جراحه وجه وفكين في مستشفى، او بيروح فولنتيرنج في المكان ده، ويقول يا جماعه انا عايز اتعلم ماكسيلو فيشل، فلو سمحت علموني. فيتقال له والله انت هتيجي هتحضر معانا مثلا نبطشيتين في الاسبوع. ماشي حاضر. هل هو مجبر على ده؟ لا، هو مش مجبر على ده، بس هو عايز يتعلم وهو بياخد ماستر. فيبقى خد الماستر بتاعه كسيرتيفيكت تديله ترخيص لايسنس يشتغل بيها في مصر، تنفعه لو حابب يسافر بيها بره بعد كده، ده متاح بالنسبه له. وفي نفس الوقت لما حب يتعلم الشغل الميجور سيرجري، والشغل اللي هو مش هيتعلمه في اوت بيشنت كلينيك زي الجامعه، عايزه هوسبيتال بيز، فبيدور على هوسبيتال يروح يتدرب فيها على شغل جراحه الوجه والفكين اللي بيحصل داخل اوضه العمليه. ده بالنسبه للماستر. الماستر في مصر من الجامعات اللي بتخلص الناس فعلا وما بتعملش مشاكل. جامعه القاهره معظم المشرفين فيها ناس محترمين جدا، واتشرف انا والدكتور علاء ان احنا خريجين جامعه القاهره. جامعه عين شمس نفس النظام، من الجامعات المحترمه، وان كان الريت فيها قليل جدا. ما عندهاش شغل جنرال انستيزيا غير قليل قوي قوي، يعني عندهم طبعا بس شغل قليل. ما عندهمش فاريشنز كتير في الحالات، لكن جامعه القاهره يمكن الريت فيها اعلى، القسم فيها اوثق واعقد. خصوصا ان معظم الناس الاساتذه اللي في جامعه القاهره كلهم تقريبا او كتير منهم اتعلم في معهد ناصر. فده من الماسترز اللي محترم شويه، لانه الاساتذه اللي فيه اصلا اتدربوا في هوسبيتال بيزد تريننج زي معهد ناصر، وده من اكبر الاماكن اللي ممكن تتعلم فيها في مصر زي ما هنتكلم عنه كمان شويه. هنقل لك من الماستر عشان ما اطولش عليك. الطريق الثاني انك تدخل في طريق كلينيكال، فبدل الاكاديميك زي الماستر ديجري اللي هتتعلم فيها كاوت بيشنت كلينيك، انت بتروح بقى لطريق كلينيكال شويه، وهو طريق الزماله المصريه، او طريق البورد العربي، او طريق المومس او الممبرشيب اورال ماكسيلوفيشال سيرجري، واللي احنا عايزين نتكلم عليها النهارده. خصوصا دكتور علاء واحد من الناس المهتمين بموضوع الزماله البريطانيه، لانه انستراكتور يعني ما شاء الله عامل مجهود كبير في الموضوع. فخلينا نتكلم رقم واحد عن الزماله المصريه. الزماله المصريه شهاده قويه جدا، امتحاناتها صعبه جدا، مش سهل انك تنجح فيها. خصوصا يعني طبعا كل امتحان، كل شهاده ليها امتحان، مثلا فيرست هنا صعب، هنا سكند صعب كده. الزماله المصريه يمكن الفيرست فيها يكون سهل شويه، السكند بتاعها صعب جدا جدا جدا. انا فاكر ان الامتحان اللي انا نجحت فيه كنا احنا اتنين بس فقط اللي نجحنا، واتنين بعدين نجحوا في الدور التاني. مع ان الفيرست بتاعها بيبقى سهل، الثيرد بتاعها مش ظريف خالص. يعني وان كان بالنسبه لي كان مقبول، لكنه يعني البورد العربي كان اصعب منه فيه. فعندك الفيرست في الزماله المصريه سهل كويس، السكند بتاعها صعب جدا جدا جدا، نسبه النجاح فيه قليله قوي، الثيرد فيه مقبول. آه، الفيرست كنت ناجح بنسبه يعني 3 تقريبا من 25 واحد دخلوا على مستوى العالم العربي. في ناس كتير اعرفها، وممكن لو حد فيكم في المجال هيبقى عارف ان في ناس استنفذت مره عربي خالص في الفيرست. والسرد بتاعه صعب جدا جدا، لكن السكند سهل على عكس الزمالة المصري. فكل واحد فيه فرق. الميزه في الزمالة المصريه ان هي هترخص لك اخصائي في مصر على طول في النقابه، بعدها بسنتين هتاخد استشاري، استشاري ثالث.
في وزاره الصحه بتقدر تلاقي بيها اخصائي مباشره، ما بتقدرش تلاقي المساعد الاخصائي زي الماجستير وبعدين تلاقي الاخصائي بعدها بسنتين، لا انت بتلاقي الاخصائي مباشره. بعد الاخصائي مباشره دي تقريبا بعد مرور 7 سنوات تقدر تاخد بيها استشاري في وزاره الصحه. طبعا لازم تفرق انه في ترخيص في النقابه، ده انت بينبني عليه المسؤوليه الطبيه قدام، بعيد الشر يعني النيابه لو انت اتحطيت في مشكله مع بيشنت. وفي ترخيص، مش ترخيص، بوزيشن انت بتاخده في وزاره الصحه او في اي مستشفى تاني. كل مكان بيبقى له على يعني على حسب القواعد بتاعته او الكرايتيريا بتاعته في التوظيف. فالزماله المصريه بتدي لك المزايا دي كلها. طب ايه عيب الزماله المصريه؟ عيب الزماله المصريه ان الاماكن اللي انت ممكن تتعلم فيها في الزماله المصريه تتعلم فيها بجد جراحه وجه وفكين قليله قوي. يعني في مراكز تدريب كتيره جدا جدا جدا، لكن للاسف الشديد مش كل المراكز دي فيها تعليم. وللاسف الشديد المشكله الثانيه اللي فيها ان انت بدل ما كنت بتروح تمضي في شغلك من الساعه 8 الصبح لحد الساعه 2، طبعا مفيش حد بيمضي من 8 ل 2، مفيش حد بيحضر 6 ايام. لكن هو مثلا بيقول لك والله ده انا كنت في وحده بحضر 3 ايام في الاسبوع، وساعات كان زميلي بيغيب فبضطر احضر 4. فانا رحت قدمت زماله مصريه، بقى عندي نبطشيتين في الاسبوع، بقيت بحضر النبطشيتين ويوم عمليات وخلاص، السلام عليكم وعليكم السلام. وشويه شويه لا ده انا بحضر يوم واحد ويوم عمليات. فيعني الموضوع قصدي روتيني شويه، له علاقه بالوظيفه، له علاقه بالامضاء، مش زي البورد العربي اللي انت بتروح تجري على المكان عشان تتقابل فيه وتدفع فيه فلوس زي ما بيقولوا يعني دم قلبك عشان آه عايز احضر. يعني انا جاي عشان اتمرمط 4 نبطشيات في الاسبوع او 3 نبطشيات في الاسبوع، وبعد كده ان شاء الله تبقى تقل شويه، بس انا جاي اصلا عشان احضر، ولو ما حضرتش او منعوني من الحضور بزعل لان انا مش هتعلم. فطبعا في اماكن في الزماله المصريه كويسه، زي يعني احمد ماهر مثلا. طبعا المعهد، معهد ناصر زمان لما كان فيه زماله مصريه لكن للاسف اتلغت. و يعني اماكن عندنا في كفر الشيخ، يعني انا من الاماكن اللي بفتخر فيها في جراحه الوجه والفكين في الزماله المصريه في التدريب بتاعها، لانه الناس ما شاء الله بتشتغل، وعندنا نواب بيمدوا ايديهم فعلا في حالات، والحمد لله في فاريشنز في الحالات وان كان معظمها تروما. لكن انا زي ما بقول لك الاماكن التدريب فيها قليله شويه، ولو انت مش واخد الموضوع على عاتقك مش هتلاقي حد يعلمك، لانه والله انا مش عايز احضر. يقال ان حديثا السنه دي فتح طبعا الزمالة المصريه غيروا اسمها للبورد المصري، فتح الاكاديميه الطبيه العسكريه. فتحوا فيها للبورد المصري، بس بياخدوا مبلغ كبير جدا حوالي 100 او 100 وحاجه الف في السنه عشان تتدرب في الاكاديميه الطبيه العسكريه. ولسه دي اول دفعه ومحدش يعرف التدريب فيها هيبقى عامل ازاي، بس دي من الاوبشنز اللي انت ممكن تحطها في دماغك لو عايز تقدم. لان كل الناس اللي بتكلمني بتقول لي يا محمد احنا بنقدم وما بنتقبلش. طب هو اصل معهد مصر بياخد اتنين بس في السنه، اصل اسكندريه بيحط ويتنج ليست كبيره، فالامور تمشي ازاي وهكذا. فانا يعني بحاول ادي لك الاوبشنز، افتح لك المسارات اللي انت ممكن تحاول تقدم فيها لو انت حابب تتخصص هذا. البورد العربي، موجود في مصر في 3 اماكن. طبعا هو شهاده من اقوى الشهادات في العالم العربي. للاسف مر بفتره وعكه صحيه كده زي ما بيقولوا في الخليج، او بمعنى اصح في السعوديه في فتره. معلش يا دكتور محمد، انا اسف والله في اتفضل المقاطعه. عليك. يعني نجمل كده اتفضل. الزماله المصريه، انت يعني اللي الاماكن اللي انت اللي مرشحه احمد ماهر، وايه تاني اه الاخيره؟ عندنا كفر الشيخ. اه، وكفر الشيخ، تمام، حلو قوي. اه ماشي. كفر الشيخ دي من اشهر الاماكن اللي فيها شغل كويس، احمد ماهر وكفر الشيخ. ممتاز. ماشي يا باشا. آه ماشي يا دكتور. البورد العربي عندنا فيه 3 اماكن في مصر. طبعا اول ناس جابوه كان الدكتور ابراهيم زيتون، جابوه في جامعه اسكندريه. ودكتور حاتم الكاوي كان قدم عليه ايام ما كان هو ماسك معهد ناصر وجه في معهد ناصر. وحديثا تقريبا من 4 او 5 سنين جه في مستشفى الشيخ زايد التخصصي، وده القسم كان ماسكه دكتور حاتم وبعدين خليفته دكتوره غاده المرشدي. فدول ال3 اماكن الموجوده. لو انا هنصح بايه؟ هنصح طبعا انا البورد العربي عندي مقدم على الزماله المصريه، لان هو طبعا اماكن قليله جدا، الموضوع مش موضوع وظيفه خالص، ده انت اللي بتجري عليه وبتدفع فيه فلوس عشان تحضر وتتبهدل وتحضر عمليات وبتقف تتخانق. ده لو انت يعني لو حد افك من العمليات في يوم ان انا مش هحضر.
شهاده قويه في الخليج زي ما انا قلت لك. بسبب الحرب اللي كانت حصلت في سوريا كانت السعوديه قللت التصنيف بتاعها الى زي تصنيف الماجستير، ولكن سبحان الله يعني السنه دي رجعوا التصنيف تاني زي ما كان بعد ما اتاثر لمده 5 سنين يمكن او اكتر، وبعدين رجعوه دلوقتي زي ما كان. رجعوه زي ما كان البورد العربي، الزماله المصريه، الدكتوراه المصريه، كلهم بيصنفوا تقريبا دلوقتي نفس التصنيف في السعوديه، اعلى من الماجستير. الماجستير بيرخص ريجسترار، وبعد كده بيرقي النائب اخصائي، نائب اول او اللي هو اخصائي اول، وبعد كده يبقى يرقي الاستشاري، او تقريبا ما فيهوش ترقيه الاستشاري كمان. لكن البورد العربي، الزماله المصريه، الدكتوراه، كلهم بيصنفوا ريجسترار، بعد سنتين بيبقى سينيور ريجسترار، وبعد 3 سنين تبدا تصنف الاستشاري. فطبعا عالي تاني، ما عادش زي الماجستير، لا علوه جدا تاني بقى، من الشهادات الاولى في السعوديه. فدي من الحاجات اللي انت تفكر فيها كويس، لانه في مصر هيدي لك نفس الترخيص بتاع الزماله المصريه، يعامل نفس المعامله في وزاره الصحه، لان في اتفاقيه بين البورد العربي وبين الزماله المصريه وبين وزاره الصحه انه الشهادات دي تعتبر كلها متعادله. فلو حد معاه بورد عربي يبقى زيه زي اللي معاه زماله مصريه، وفي ترقياته هياها في وزاره الصحه والتدرج الوظيفي وكل حاجه. ايه الاماكن اللي ممكن تتعلم فيها في البورد العربي؟ عندك معهد ناصر، طبعا ده من اقوى الاماكن في مصر، هم اقوى مكانين في مصر هو معهد ناصر وجامعه اسكندريه. كل مكان فيه ميزه وعيب شويه. الميزه في معهد ناصر ان الناس هناك بتتعلم تروما، او اللي هو الحوادث وغيره، بيعرفوا يتعاملوا مع الكسور كويس جدا جدا. طبعا رئيس القسم هناك دكتور فهمي عبد العال. آم، على عكس اسكندريه، ايوه بيشتغلوا تروما لكن مش اقوياء فيها زي بتوع معهد ناصر. في اسكندريه القسم انا افضله عن معهد ناصر. هو طبعا قسم في كليه طب اسنان، ولكن هو هناك في قسمين في اسكندريه. في قسم ودي من الحاجات الغريبه قوي، يعني في قسم في الدور الارضي اللي هو قسم آه، كان جراحه الفم، وبعدين غيروه حاليا بقى اسمه جراحه الفم والوجه والفكين. وفي القسم اللي موجود في الدور الاخير في الدور الرابع، ده القسم بتاع جراحه الفم والوجه والفك والتجميل. ده بتاع هو في كليه طب اسنان، لكن كل الاساتذه اللي فيه كلهم غالبا جايين من بشري، دبل كواليفايد. قسم اسسه الدكتور محمد الشيخ، بيبقى في بشري مثلا خلص جراحه عامه، وبعدين ماجستير، وبعدين يروح يعمل دكتوراه في جراحه الوجه والفكين. خلص اي ان تي، وبعدين يروح يعمل في جراحه الوجه والفكين. ممكن تلاقي معاك نواب في من كليه طب اسنان لكن ما بيكملوش، مش مسموح لهم ان هم يكملوا في السلك الاكاديمي في الكليه في نفس القسم ده. ودي من الحاجات الغريبه واللي عامله مشاكل. لكن اللي يهمك والميزه اللي في القسم ده انه الناس دي عشان هي تعرضت لتخصصات تانية كتير جدا، ففي حاجات معينه هم مميزين فيها قوي زي الانكولوجي، من اقوى واكبر الاقسام واللي بتحترم في معهد الاورام نفسه. الناس اللي جايه من جامعه اسكندريه قسم جراحه الوجه والفكين، ان هم بيشتغلوا اورام كويس قوي قوي قوي. ريت الاورام هناك عالي جدا. ريت المايكرو فاسكولار فلابس، انه ياخدوا فيبيولا او ياخدوا اي ال تي او ياخدوا فلابس من اي حته في الجسم يعملوها انستموزيس على الاورده والشرايين بتاعه الرقبه. ريت عالي جدا جدا جدا، وبيشتغلوا كويس جدا وما شاء الله نسبه النجاح عاليه. من الحاجات اللي هم مميزين فيها موضوع الاورام، الانكولوجي، موضوع المايكروفاسكولار، موضوع الكرينيوساينستوزيس، موضوع الكلافت. حاجات كتير جدا ممكن تشوفها هنا. كل الاماكن دي محدش فيها هيدي لك مشرط ويقول لك الف مبروك انت بقيت جراح. الاماكن دي كتير منها يعني لما بتيجي تتعلم في سلم تدريجي في التعليم، زي التقويم، زي غيره زي غيره. السلم بيفرق بين النايب والاخصائي والاستشاري والناس اللي كملت بعد ما اتخرجت من الشهاده بتاعتها. فما انت اي مكان من الاماكن دي هتطلع تشتغل تروما كويس، هتطلع تشتغل انفكشن كويس. تبدا بقى تفرق بين الاماكن في الحاجات اللي انت هتشوفها كتير وهتتعقم فيها كتير، لكن انت فيها مش فيرست سيرجن. يعني انت مثلا في جامعه اسكندريه ما حدش هيقول لك يلا ادخل شيل السكويمس سيل كارسينوما ده من اللي تشيك وخد له تمبراليس فلاب عشان تعرف تقفل، ما حدش هيقول لك كده. لكن هتتعقم فيها مره واثنين كاسيستنت. لما بتتخرج ويبقى معاك شهاده وتبقى سيرتيفايد ومعاك لايسنس انك تشتغل، تبدا تشتغل حاجه زي دي اندر سوبرفيجن مره ومره والثانيه والثالثه. فعندك البورد العربي، عندك معهد ناصر، عندك جامعه اسكندريه. معهد ناصر السنه دي للاسف رفع التكلفه بتاعته من 30,000 جنيه او 35,000 الى 60,000، تقريبا ضعف. رقم
يعني كبير جدا ان هم يعلوا الضعف مره واحده. اسكندريه السنه دي ب 30,000 جنيه. في المكان الثالث هو مكان الشيخ زايد التخصصي، وده المكان اللي انا اتعلمت فيه مع استاذتي اللي ليها فضل عليا دكتوره غاده المرشدي ودكتور حاتم الكاوي طبعا طبعا يعني. ولكن آه، المكان هناك فيه ميزه وفيه عيب. الميزه ان انت بتتعلم من حد اتعلم في بريطانيا، حد اسم كبير جدا زي دكتور حاتم الكاوي، ربنا يبارك في عمره. طبعا هو كبر دلوقتي قوي ويعني بنعتبر الحامله اللواء من بعديها الدكتوره غاده المرشدي، وهي برضه استاذ ممتحن في كليه الجراحيه الملكيه. ولكن العيب اللي هناك، ويعني انا بقول الكلام ده عشان المحاضره دي محاضره نصيحه، مع ان ده ممكن يزعل مني اساتذتي اللي انا اتعلمت منهم واللي انا بقول لكم ليهم فضل عليا لا انساه ابدا، ربنا يجزيهم عني خير. ولكن في مميزات في معهد ناصر وفي اسكندريه اكبر بكتير جدا من اللي انت هتلاقيها في زايد. ايه المميزات دي؟ المميزات ان انت في معهد ناصر في اسكندريه بتتعلم حوالي من 13 ل 14 استشاري. المراكز دي مراكز تيرشري هوسبيتال، فانت بتتعامل مع كميه حالات كبيره جدا. يعني معهد ناصر فيه لسته كل يوم، مستشفى الشيخ زايد بيبقى فيها لسته او لستين في الاسبوع. اسكندريه فيها لسته كل يوم او لستين ثلاثه، يعني في لسته طوارئ، في لسته عمليات سكيدجول، في اساتذه، في مساعد يعني استاذ مساعد، في مدرس، في ناس كتير جدا انت بتتعلم منهم. العيب اللي في زايد ان انت لما بتتعلم هو مدرسه واحده ومن استشاري واحد من ايد واحده، وان كان هم ناس كواليفايد جدا سيرتيفايد جدا. فخر يعني يعني فخر ليا ان انا اتعلمت على ايديهم، وشايف ان هم من الحاجات اللي مصر نفسها تفخر بيهم يعني. مش عارف الصوت لسه شغال يا دكاتره ولا في مشكله؟ لان تقريبا البلوتوث لا، فصل. الصوت ما هو الصوت شغال زي الفل. انت تمام يا محتاج دكتور علي. تدوس على السكرين، بس انت لسه عند البورد العربي لو. اه لا. هقلب بقى عشان أنا طولت فيها معلش. بالظبط. ال- البورد العربي بدأ في اسكندريه، وبعدين وموجود في معهد ناصر، وبعدين موجود حاليا في مستشفى الشيخ زايد التخصصي، وده مش من زمان، ده من قريب يعني من 4 5 سنين تقريبا. وقلنا ميزه كل واحد وعيب كل واحد. برضه من مميزات الشيخ زايد ان هي ارخص شويه، و... ودكتوره غاده الحقيقه بتقبل الناس، وان كان عندها متدربين كتير جدا دلوقتي، لكن هي بتقبل الناس، يعني بيعمل لهم امتحان قبول وبيقبل لو نجح في الامتحان. الشهاده الاخيره عشان ما ابقاش طولت عليكم، شهاده الممبرشيب اوف. والحقيقه في اختلاط في الذهن بيحصل بين الممبرشيب المومس يعني، وبين الام اورال سيرجري، ممبرشيب اوف اورال سيرجري. في ناس تقول لك اصل المومس دي شهاده ماكسيلو فيشل، فدي تشغلك ماكسيلو فيشل، لكن الام اورال سيرجري مش هتشغلك ماكسيلو فيشل. الحقيقه ده مش حقيقي. هم ليه مغيرين المسميات بتاعتها؟ المومس دي شهاده للاوفرسيز ريجستريشن، يعني هو مش هيعمل لك ريجستريشن بيها في بريطانيا، لكن هي معموله عشان تيفالويت الناس اللي في الدول اللي ما تشترطش الدبل كواليفيكيشن. يعني مصر ماشيه في الماكسيلوفيشيال على النظام الامريكي، اللي هو آه النظام الامريكي اللي هو، معلش لحظه واحده عشان الامريكي اللي هو ان الماكسيلوفيشيال ده دنتال سبيشاليتي، مش آه مش ميديكال سبيشاليتي، ولا يشترط ليها الدبل كواليفيكيشن. انت راجل دنتال بتدخل تتعلم في مستشفى، بتاخد روتيشن طب بشري لمده سنتين، 3 شهور جراحه عامه، 3 شهور تخدير، شهرين رعايه مركزه، بتلف على تخصصات، لكن ما بيشترطوش انك تروح تدرس طب بشري. في بريطانيا طبعا الموضوع للاسف بالعكس تماما، ويمكن ما اعتقدش ان ده عشان كواليتي شغل على قد ما هم عايزين يحافظوا على التخصص عشان ما يبقاش اعداده كبيره، فلازم يبقى معاك الكليتين، كليه طب بشري وكليه طب اسنان. فطيب انت دلوقتي هناك عندك 2 استشاريين في المستشفى جوه اليو كي، في استشاري وفي استشاري اورال سيرجري. الاورال سيرجري ده جاي منين؟ ده راجل واخد ام اورال سيرجري، وعامل CCST، يعني عامل تدريب او فتره نيابه داخل المستشفى، عامل تدريب داخل الاوت بيشنت كلينيك تبع NHS. طيب لو انا رحت لهم بممبرشيب باورال ماكسيلو فيشل سيرجري، يقولوا لي لا والله انت ما ينفعش تشتغل بيها ماكسيلو فيشل هنا، مش هعرف ادي لك بيها استشاري، لان دي الشهاده دي معموله لمصر
لدبي، للسعوديه، التخصص فيها هناك تابع للاسنان فقط لا غير، مش تابع للدبل كواليفيكيشن. فدي من الحاجات اللي انت لازم تفهمها. الامتحان بيتعمل بتاع المومس ده بيتعمل تقريبا مرتين في السنه، وساعات ثلاثه. بيتعمل في دبي، بيتعمل في مصر، بيتعمل في الهند. ففي يعني ثلاث اربع اماكن بس. دبي ده لمعظم الناس اللي بتيجي تتعلم في مصر بتاعها. ايه الشروط عشان تدخل المومس؟ ناس كتير جدا بتفكر فيها. للاسف شديد في بعض الناس بتتاجر بالموضوع في مصر. يعني يقولوا ايه؟ يقولوا والله اصل المومس دي لازم انا اللي امضي لك عليها، يعني لازم تاخد كلينيكال تريننج معايا وانا امضي لك، وانا اللي امضيتي معتمده في ال في الرويال كوليدج. وللاسف الشديد ده انا سمعته بودني. للاسف الشديد ده مش حقيقي. الحقيقي ان الاشتراطات انك تاخد كلينيكال تريننج لمده 3 سنين، او يعني ممكن يسمحوا لك بعد سنتين ونص، لكن شهاده الشهاده ما تاخدهاش غير بعد 3 سنين. الكلينيكال تريننج ده يحصل ازاي؟ الكلينيكال تريننج ده يحصل لو انت مخلص ماجستير، تقدر تقدم شهاده الماجستير لان فيها دليل انك اتدربت لمده 3 سنين. لو انت مخلص 3 سنين في الزماله المصريه، لو انت مخلص 3 سنين في البورد العربي، او لو انت دخلت في بروجرام حد عامله كتدريب للماكسيلو فيشيال، وده مش موجود كتير في مصر. في مركز في اسكندريه اعلن عنه تقريبا من سنه او من كام شهر ان هو عمل تريننج للمامس، ويعني ده مش متاح في اماكن كتير. طبعا دكتور غاده المرشدي من الناس اللي عامله ده في مستشفى الشيخ زايد التخصصي، وعاملاه في مستشفى الهرم. فانت بتروح، يعني اللي بيحصل ان انا مش عارف اقبل في البورد العربي، انا مش عارف اقبل في الزماله المصريه، فبعمل ايه؟ اروح مكان من الاماكن دي واقول يلا اهو الحق شهاده. طيب، ايه ميزه الشهاده؟ ميزه الشهاده ان انت هترخص بيها في مصر اخصائي كنقابه، هتشيل من عليك مسؤوليه وتبع قانونيه كبيره جدا وانت بتتعامل مع الحالات. تشيل عليك مسؤوليه ان انت لو دخلت حاله جنرال انستيزيا فيها، مش للاسف الشديد، للاسف الشديد مش هتعرف ترقي بيها في وزاره الصحه. وزاره الصحه لا تعترف بيها ابدا. ليه؟ لانه بيعاملوها زيها زي الممبرشيب بتاعت بشري، الممبرشيب بتاعت التخصصات البشريه. مش لا يشترط ليها كلينيكال تريننج. على عكس دي مش انت مش اليجيبل انك تدخل الامتحان اصلا الا اذا اديت ايفيدنس ان انت حصل لك عملت كلينيكال تريننج. لكن للاسف وزاره الصحه بتساوي بين الاثنين، فمش بترخص بيها في وزاره الصحه. ودي من الازمات الكبيره جدا. لو انت شغال في وزاره الصحه مش هتعرف تلاقي بيها الاخصائي، مش هتعرف تفتح بيها اوضه عمليات. لكن بترخص بيها زي ما قلت لك في النقابه. طيب، ترخيص النقابه ده ممكن يفرق معاك في حاجه، ممكن يفرق معاك في تعاقدات. يعني وزاره الصحه لو انت طبيب معين وقلت لهم والله يا جماعه انا خدت زماله بريطانيه الحمد لله، باركوا لي، يقول لك الف مبروك ويزغرطوا. لكن ما حدش فيهم هيقول لك والله تعالى نلاقي لك الاخصائي. طب امال ايه يا جماعه؟ بالله واشرب ميه. طيب، طب يا جماعه انا استقلت وعايز اتعاقد معاكم، فيقولوا والله تعالى ده احنا فاتحين تعاقدات. طب هتتعاقدوا معايا ايه؟ والله خلينا نشوف ورقتك في النقابه ايه. لو انت مسجل في النقابه استشاري انا اتعاقد معاك استشاري. طب انا كنت لسه عندكم امبارح مش راضيين حتى تدوني نايب. ايوه ما انت معين، لكن انت دلوقتي جاي تتعاقد، فالتعاقد غير المعين. نفس النظام في كل مستشفيات مصر، سواء اللي تابعه لوزاره الصحه او للهيئه، هيئه التامين الصحي او غيره. مش هطول معاكم اكتر من كده في دي، بس هقول لك حاجه اخيره. انت لو معاك المومس زي ما انت معاك الام اف تي اس او الام اف دي او غيره، تقدر تشتغل في بريطانيا. تقدر تشتغل في بريطانيا. يعني ايه تقدر تشتغل في بريطانيا؟ يعني انت لو حابب تروح بريطانيا ترخص بيها هناك، مش هيرخصوا لك، لكن هيدوا لك بيها ان انت سينيور هاوس اوفيسر او هاوس اوفيسر. ويعني بمجهود كبير جدا مع رئيس قسم عايزك، يعني عمل معاك مقابله ولقاك ان انت الراجل عندك اكسبيرينس كويسه جدا في جراحه الوجه والفكين. وده حصل كتير جدا مع ناس خارجه من عند الدكتور حاتم مكاوي، اللي هو خد ممس بس لكن معهوش شهاده تانيه. فيروح يا جماعه عايز ارخص في بريطانيا، يقول له والله تعالى نعمل معاك انترفيو. فيعمل معاه انترفيو فيلاقيه راجل كواليفايد، فيقول له لا تعالى انا عايزك. فيحاول يديله يعني زي سبيشالست اخصائي، لكن ما يعرفش يوصل بيها لاكتر من كده ابدا، ولا هيترقى بيها عن كده، ولا يعرف ياخد بيها بوزيشن اكبر من كده. معظم الناس بتاخد بيها سينيور هاوس اوفيسر او جونيور هاوس اوفيسر، لكن ما بيعلوش عن كده. وده مش ترخيص دائم داخل اليو كي، لا ده بوزيشن انت بتاخده في المستشفى اللي عايزه تتعاقد معاك تعاقد خارجي. طيب، وظيفتها ايه في دول الخليج؟ نقصد المملكه العربيه السعوديه على وجه التحديد. ليه؟ لانها اكبر سوق بيطلب عماله، بيطلب دكاتره، وبيطلب عن طريق شركات. مش يعني انت مثلا
صعب قوي ان انت تلاقي والله ده دوله الكويت تطلب تعاقد كذا، والله ده دوله قطر تطلب تعاقد مش لا ده صعب. غالبا بتلاقي الكلام ده في السعوديه، مش بتلاقيه في حاجات. المومس للاسف الشديد كانت بترخص ترخيص عالي جدا في السعوديه، وبعدين خسفوا بيها الارض لمده سنتين ثلاثه. وحتى ده حصل في التقويم وفي غيره. يعني في ناس زمايلنا كانت مرخصه بالتقويم استشاري، وبعد الساعه 12 بالليل زميله اللي مخلص معاه تريننج رخص طبيب مقيم. فجاه كده قرار طلع انه لا والله احنا ما عندناش هنرخص بيها كويس. حديثا الحمد لله رب العالمين السنه دي تحديدا في تغيير لتصنيف السعوديه، غيروا النظام تاني، رفعوا المومس تاني وخلوا المومس بتصنف ل ريجسترار، وبعدين ترقي سينيور ريجسترار بعد سنتين، وبعد سينيور ريجسترار تقدر ترقي كونسلتنت بعد 3 سنين تقريبا. مش يرقي حتى الريجسترار او غيره. فحتى الوضع بتاعها في دول الخليج اختلف تماما. اخر حاجه عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده، عشان لو حد عنده اسئله، عايز اقول لك ان انت لو كنت من الناس المهووسه وبتناديك نداهي في الجراحه ان انا عايز اتعلم ماكسيلو فيشل عشان عايز اشتغل اورثوجناستيك، وعايز اشتغل كليفت، وعايز اشتغل اونكولوجي، وعايز انقذ حياه عيان وكده وكده، يعني الحاجات دي، اوعى تبطل شغل الدنتال، لان ده اللي هيصرف عليك وعلى بيتك وعلى مستقبلك وعلى دراستك لحد ما ربنا يكرمك ان شاء الله وتخلص شهادتك. وبعد كده لو عايز تسيب الدنتال كله عشان انت بقيت انسان معروف وجراح مشهور وكده، فاوعى تسيب الدنتال لحد ما توصل للنقطه دي. اوعى وانت بتتعلم بواحد واقف فكين تقول لا والله انا مش هتعلم امبلانت، اصل ده انا عايز اتكلم في حاجه يبقى فيها لايف سيفنج وفيها لايف ريسك. الحاجات دي ناس كبيره كبيره جدا 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 ندمت ان هي ما عملتهاش من وهي صغيره، ندمت ان هي ما اتعلمتش امبلانت من وهي صغيره. الامبلانت تخصص تابع لجراحه الفم، تابع لجراحه الفم والوجه الفكين. زي ما هو مشترك بينهم وبين الفيريو، زي ما هو مشترك بينهم وبين البروسيدس، ولكن هو من الحاجات اللي انت لما تشتغلها حاجه كويسه جدا، حاجه تقدر تدخلك دخل كويس جدا. وانا بقول لك ده من منطلق واحد عانى كتير عشان يعرف. انت بتعاني فعلا انك تصرف على بيتك، لانك بتروح نبطشيه. لو انت رحت بورد عربي مثلا في معهد ناصر، تشيل 4 نبطشيات في الاسبوع او 3 نبطشيات في الاسبوع. طب عيادتي فين؟ مفيش عياده. طب زوجتي فين؟ اولادي فين؟ موضوع صعب، مرهق جدا، مرهق جدا ماديا، وفي اخر السنه مضطر تدفع رسوم المكان اللي انت بتتدرب فيه، اضافه الى رسوم البورد العربي اللي انت مشترك فيه. فالموضوع بيبقى مرهق. فحاول تتعلم كل حاجه، خليك جود دنتست الاول، وبعد الجود دنتست ده تعرف تصرف على نفسك كويس. وانت في الشهاده اللي انت عايز تاخدها، سواء ام اورثو، سواء عايز تاخد ام اورثو سيرجي، عايز تاخد مامس، عايز تاخد بورد عربي، اي تخصص انت بتحاول تاخده، ما تقولش انا مش هشتغل جنرال الاول. لا، اشتغل جنرال دنتست كويس، اتعلم الحاجات اللي ليها علاقه بالتخصص بتاعك زي الامبلانت او اللي له علاقه بالجراحه. لكن ما تسيبش الكلام ده وتقول لا والله انا مش هتعلم ده، انا عايز اقعد في المستشفى. بس ده الكلمتين اللي عندي. مش عارف في حد عنده اسئله ولا لا. كان دكتور علاء، متشكر ليكم جدا على استماعكم، وانا اسف ان انا قطعت عليكم. كان دكتور علاء بعت لي كام سؤال كده، يعني هبص عليهم اقراهم سريعا، وبعدين آه، يعني لو حد عنده اسئله يا دكتور علاء، ولا راي حضرتك ايه؟ ربنا يكرمك يا دكتور محمد، جزاكم الله خيرا اولا. يعني وإياك يا حبيبي. ربنا يجعلها في ميزان حسناتك هذه المحاضرة. يعني انت عارف ان الدنيا ضلمة اصلا في الحتة دي. مش منك يا فيعني حبيبي، ايوه ربنا الدنيا ضغط. يكرمك، والله ربنا يكرمك يا رب على الإيضاح. طيب الله انا يخليك يا انا حبيبي. بس عندي اقتراح نعكس. يعني اظن اغلب الاسئله اللي احنا بعتناها لك انت جاوبت عليها. الشباب تمام. اللي هنا، دكتور زياد اهوت بيسأل بيقول برأيك هل جراحة الوجه والفكين والنجاح فيها والعمليات الكبيرة بتحتاج شهادتين، البشري والأسنان؟ ما رأيي يا دكتور زياد ان انت لو خدت كلينيكال تريننج كويس و... وقعدت في مستشفى كويس، وكان ليك احتكاك بالتخصصات الطبيه اللي حواليك، وذاكرت الاجزاء المطلوبه منك في الامتحانات بتاعتك، الاجزاء البشري كويس، فانت لا مش محتاج ان انت تدخل البشري. بل بالعكس هصدمك بالقول ده، وللاسف ناس كتير جدا ما بتصرحش بيه. بس انا من الناس اللي انا ضغطت عليها لحد ما اعترفوا، يعني ناس حبايبي كبار جدا ومن الاسامي المعروفه في السوق، اللي اضطروا ان هم يبقوا دبل كواليفايد. فبسالهم هو انت يا دكتور فلان البشري فادك في ايه؟ فقال لي فادني في اليافطه. ده رقم واحد. فادني في ايه؟ ان هو فادني في ايه؟ اليافطه. في اليافطه اليافطة، ان هو اه. تايتل. تايتل. تمام بل تمام. بل بالعكس، بل بالعكس قال لي ان هو اخرني كتير جدا، لان مذاكره البشري مذاكره تقيله. فبيقول اه. لي انا ما كنتش بذاكر كويس ماكسيلو فيشل، بل بالعكس
انا كنت عشان ادخل عمليه ماكسيلوفيشل بقرا العمليه من الاطلس بس قبل ما ادخل. فقعدت 7 سنين مم. ما ذاكرش ماكسيلوفيشل اصلا. فده طبعا مش زي حد مم. قاعد بيذاكر ماكسيلوفيشل بس. طيب قام جاي كمل دكتور زياد بيقول افتراضا لو انا الان متدرب في البورد العربي، افضل شيء افعله لكي اصبح جراب متميز، اظن ده نفس الاجابه، ان هو يذاكر اول باول في الامتحان، صح كده؟ يذاكر اول باول ويحضر، يحضر كتير ومع جراحين كتير. اه. يعني انا في حاجات كتير جدا حاولت اتعلمها بره زي. فكنت بحضر مع الناس بره في تخصصات، حتى في تخصصات تانية. يعني كنت بحضر مع ناس بتوع اورام، حتى لو الاورام مش ما لهاش علاقه بالراس والرقبه. كنت بحضر مع ناس عظام، كنت بحضر اه. مع ناس جراحه عامه. فيحضر كتير عمليات كتير، يقف اسيستنت كتير، هيلاقي بعد نفسه لا يعني هيبقى في مستوى تاني خالص. ربنا يجزيك كل خير. طيب دكتور خالد بيقول الام اورال سيرجري ممكن امتحنها، الام او اس ممكن امتحنها عادي بتدريب 3 سنين زي الام او ام اس؟ مش هما الاثنين واحد يا دكتور محمد؟ لا للاسف يا دكتور عالم، الاثنين مش واحد. الام اورال اه. سيرجري او الام او اس تراي كوليجيت، معتمده من الثلاث كليات الملكيه. الام ايوه. او ام اس تابعه لادنبرا فقط لا غير، معموله ايوه. للاوفرسيز، الناس اللي خارج بريطانيا. الام اه. اورال سيرجري ما اعرفش حد في حياتي دخلها، لانه الناس اللي اعرفها اللي هي كانت بتقدم عليها كان بيترد عليها ردود والله دي معموله للناس اللي جوه يو كي بس، او للناس اللي هتدخل CCST تدريب داخل بريطانيا. لكن فوجئت مم. ان في مركز في مصر كان تعاقد مع زميلنا الدكتور كريم رزيقه من اسكندريه، وقالوا ان هم بيجهزوا الناس عشان الام اورال سيرجري. بس ما اعرفش دفعه دخلت حتى الان. ما اعرفش هل فيها فعلا في دفعه هتدخل ولا لا. يعني حضرتك انا لو سالتك انت هتقولي لا انا مضيت لناس ودخلت ناس امتحان. لكن دول ما اعرفش يعني، ما يعني هل ما حدش حتى الان خد ام اورال سيرجري في مصر، ده ما حصلش. تمام. يعني انت يعني هو لما يقدم في الهرم او زايد، التدريب ده هيأهله خلاص، ليه ام او ام اس، صح كده؟ بالظبط ممبر شيب بورال ماكسيلوفيشال سيرجري. طيب الدكتور فايز بيقول لحضرتك ربنا يزيدك يا دكتور محمد، القبول في البورد العربي بيبقى على اساس ايه؟ وهل الواسطه متدخله فيها برضو؟ للاسف الشديد يعني الوقت مدخله في اي حاجه يا دكتور زياد. بس هقول لك على حاجه. معهد ناصر يعني عامل كرايتيريا كده، بيعمل امتحان وبيعمل برزنتيشن لازم تقدمها. وطبعا بيبداوا يفضلوا القبول على اساس ايه طبعا. يعني نصيحه بقى، يعني اوف ريكورد بقى، سيبك من الكلام ده. لما تروح اي مكان من الاماكن دي ما تقولش ان انت متجوز، ما تقولش ان انت عندك عياده، ما تقولش اي حاجه من الحاجات دي. انا يا جماعه جاي يعني من ايدك دي لايدك دي، وتحت امرك يعني لو عايز منقطع. بقيتي 30 يوم فيه. منقطع ليك. بالظبط. اسكندريه الموضوع بالالحاح شويه يعني. لما تروح يقول لك لا والله انا ما بقبلش حد، فروح الاسبوع اللي بعديه، روح الاسبوع اللي بعديه هتلاقيه بيقبلك. امم. فيعني الموضوع فيه الحاح شويه. طيب دكتور عدنان بيقول بالنسبه للوافدين، هل في معلومات عند حضرتك عن طريقه الالتحاق؟ الوافدين الزماله المصريه كانت قافله السنه اللي فاتت، لكن دي اسهل خالص يعني. يعني في الزماله المصريه بتفتح باب كبير للوافدين، لكن في بعض السنوات بتقفل فيها الباب، وبعض السنوات بتفتح فيها الباب تقبل 20 واحد 25 واحد. ف امم. يعني لازم يتواصل مع الزماله المصريه ويشوفهم مقبول بالنسبه لهم ولا لا. بالنسبه للوافدين في المومس وفي البورد العربي، فده القبول فيه مفتوح جدا جدا جدا. ليه؟ لانه بيجي يدفع بالدولار او بالاسترليني. فالاماكن دي يعني الموضوع مضيق على المصريين شويه في البورد العربي عشان في وافدين كتير. مضيق على الناس اللي بتروح تتدرب مومس عشان في وافدين كتير. فلا الوافدين في الحاجات التانيه امم. غير الزماله المصريه يبقى مفتوح لهم اكتر. حلو قوي. طيب دكتور هشام بيقول هل البورد العربي ممكن لطبيب حر؟ اه البورد العربي ممكن لطبيب حر، والاساس بتاعه ان هو تكون طبيب حر. لانه انت بتروح تلتحق بمركز تدريب، يعني بتروح لمعهد نصر وبتقول عايز اتدرب عندك بورد عربي، فيقول لك انا قابلتك، فتبدا تقدم ورقك في البورد. مش العكس، مش زي الزماله المصريه. الزماله المصريه بتقدم للزماله المصريه، سواء انت طبيب حر او سواء انت في مستشفى وزاره الصحه، وبعدين الزماله المصريه هي اللي بتوزعها يعني. بالعكس، ماشيين اه. ريتروجريد. لكن البورد العربي انت بتروح لمركز التدريب وتقول له انا عارف ان عندك بورد عربي فعايز اتقدم للبرنامج، فيقول لك والله ماشي انا قابلتك، تعالى بقى نقدم ورقك لهيئه البورد العربي نفسها. اه. م. طيب دكتور بيقول هل لو هقدم بورد عربي او ام اورال او ام او ام اس ممكن اعمل انتداب للمكان اللي اتدرب فيه واقبض مرتب الصحة عشان اعرف اصرف على نفسي؟ البورد العربي مستحيل، مع الناصر ما بيقبلوش كده خالص. في بعض الناس
بس دي بتبقى وسايط كبيره جدا جدا جدا، انا اعرفها شخصيا، عملت نقل، يعني بقوا معينين في المعهد. لكن ده حاجه بتحصل كل فين وفين. صعب قوي انتداب على المعهد، صعب مستحيل الانتداب على جامعه اسكندريه لان هو سلك جامعي. آم، في زايد ساعات دكتوره غاده بتقبل بحاجه زي كده وتساعده لو هي يعني عايزه الشخص ده قوي. مم. طيب دكتور زياد بيقول لك: دكتور، لو ثقلنا عليك آخر سؤال، كم تقدر مبلغ بالدولار مثلا رسوم البورد العربي بمصر ل5 سنوات للطلاب الوافدين؟ عندك فكرة يا باشا؟ لا والله يا دكتور زياد ما اذكرش بالظبط، بس اقدر اسال حضرتك عليها، يعني أنا مش فاكر يعني الوافد اخر مره دافع كام، لكن اقدر اسال حضرتك عليها ان شاء الله. لو ممكن تمام. حضرتك تاخد رقمي ولا حاجه دكتور علاء، ويعني اجاوبك عليها ان شاء الله النهارده يعني. خلاص أنا هبعت أكتب رقم دلوقتي. ممكن الدكتور تحط عدنان بيقول: رقم رقم شخصي تدريب مفيش مشكله. تدريب ال3 سنوات في مستشفى زايد برأي حضرتك هل يوازي تدريب 5 سنوات في البورد العربي، يعني كحالات وشغل؟ الكلام ده هيزعل مني اساتذتي، بس لا ما يوازيش تدريب سنتين حتى. اه. ليه مش عشان مشكله في الاستشاري اللي شغال اللي هو دكتوره غاده، العفو يعني، ابدا. استاذتي وسيدتي واللي فضلها عليا. الفكره ان مثلا لحد وقت قريب كان في هناك حوالي 40 نايم واحد، في كام لسته هم اه. لستتين. أمم. ف يعني على عكس اسكندريه او معهد ناصر في استشاريين في لسه كتير طول الاسبوع، العدد فيهم هناك محدود شويه، مش بيقبلوا عدد كبير زي ما بيحصل في ده. تمام. طيب دكتور فايز بيقول: الزمالة المصرية السنة دي قابلت من كام مجموع؟ هو في حاجة كده يا باشا؟ اه دكتور علاء للاسف الشديد مم. بيقبلوا امتياز عالي جدا، حاجه و90%. الله أكبر. تراكمي حاجة امم و70%، ما شاء الله. حاجه و90% بيقبلوا بصفقه كبيره جدا، او حاجه و80 يعني اخر 80 يعني مش في اول الامتياز حتى، يعني بيقبلوا 90% او 90% حاجه زي كده. ما شاء الله. مم. ربنا يسعدك يا باشا. دكتور زايد بيشكرك، وعدنان ودكتور فايز انا بيقول اللي لك: انا بشكرك يا دكتور حاليا علاء، بشكر حضرتك. امتياز كفر الشيخ ومصر. دكتور ابراهيم سرور عاوز ادخل عمليات اوبزرفر، ودكتور ابراهيم قال لي اكلم حضرتك. كلام شخصي يا باشا. دكتور فايز. نورنا يا دكتور. تعالى لي لستة السبت ان شاء الله، لا انا مش موجود بكره، يعني لستة السبت ان شاء الله تعالى لي ونتفاهم ان شاء الله الفتره الجايه. تمام. ربنا يحفظك يا رب ان ماشي شاء يا الله دكتور. باذن الله. الله يكرمك يا دكتور علاء. الله يكرمك. جزاكم الله خيرا يا دكتور محمد. وياك يا حبيبي، مشكور يا حبيبي، و... مشكور. الله يحفظك يا رب. مشكورين يا دكاتره، اثقلت عليكم، مشكورين. الله الله يخليك. يكرمك والله يا دكتور محمد. احنا الله يا يكرمك، شباب الله يكرمك. دخلنا على وقت الMRD دكتور مايكل اسكندر، فمعذرة والله نضطر نوقف. اشوفك على خير سلامي يا دكتور للدكتور مايكل، محمد. ماشي الله ماشي ماشي. يحفظك يا حبيبي يا رب. سلام جزاكم الله خير. سلام.